عندما وصل وسام إلى القلعة الحمراء لم يكن مجرد لاعب يبحث عن عقد، بل كان يحمل في عينيه حلم شعب وفي قدميه إصرار المقاتل. لم يحتج لكثير من الوقت، فسرعان ما تحولت لمساته إلى أهداف، وصار اسمه أيقونة تغني بها الجماهير في المدرجات. ارتدى القميص الأحمر بروح تجعل الرائي يظن أنه ولد بين جدران التتش. فصل التألق الفدائي في أرض المحروسة. في كل مباراة كان يثبت أن الرهان عليه كان رابحاً. أهداف حاسمة قتالية على كل كرة، وتواضع جعل القلوب تفتح له الأبواب قبل الشباك. في الصورة على اليمين نراه يحتفل، يبتسم، ويشعر بالدفء وسط زملائه، وكأنه وجد وطناً ثانياً يسكن فيه. فصل الرحيل عندما ينادي الاحتراف. لكن كرة القدم كما الحياة لا تعرف الثبات، ومع تألقه اللافت بدأت العروض تنهال من كل حدب وصوب. اقترب الرحيل يا بطل، جملة بدأت تتردد في أروقة النادي وبين صفحات التواصل الاجتماعي. الصورة على اليسار يظهر فيها بملامح حادة جدية، وربما فيها مسحة من الحزن أو التركيز الشديد، بقميص مختلف يذكرنا بمسيرته في أوروبا قبل القدوم، أو ربما تشير إلى وجهته القادمة. وكأنه ينظر إلى الأفق، مدركاً أن لحظة الوداع قد حانت. الخاتمة الأثر لا يرحل. حكاية اقترب الرحيل ليست حكاية نهاية، بل هي حكاية بصمة. سيرحل الجسد إلى دور آخر أو تحد جديد، لكن سيبقى صدى هتاف الجماهير فلسطيني فدائي يتردد في جنبات القاهرة. سيرحل وهو يعلم أنه لم يكن مجرد مهاجم، بل كان رسالة حب وأمل.